السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله نقترح لكم جوج كيكات، كيكه في المول الطويل وكيكه في المول الدائري العادي. جوج كيكات اللي تجربوهم ويكونوا معتمدين عندكم لانهم كيجيو رائعين، خفافين واسفنجيين، وفي الماكله ديالهم ما تشبعوش منهم لانهم كيكات اللي ما فيهمش زفره ديال البيض، كذلك ما كيجيوش مدقسين، كيجيو مهويين وناجحين واسفنجيين كيف كتشوفوا معايا في الصوره. نتمنى فعلا تجربوهم، والى عجبكم الفيديو كيف ديما ما تنساوش تخليو لي واحد اللايك وحتى تعليق من باب التشجيع، تبارطاجيو لا فيديو مع العائله والاصدقاء والاحباب مواقع التواصل الاجتماعي. على بركه الله نشوفوا المقادير والطريقه التحضير ديال اول كيك. تعليق لهذا الفيديو اللي بطبيعه الحال عجبكم. بسم الله نبداو باول كيك. قشور ديال حامضه محكوكه، كنحكو غير القشر الاصفر. غادي نوضع واحد 3 الحبات ديال البيض اللي دائما يكونوا بدرجه حراره المطبخ. دائما البيض نجبدوه قبل من الثلاجه، عاد نخدمو به، يعني ما نخدموش به مباشره. نجح معنا الكيك لان حتى البيض الا كان بارد ما كيساعدش الكيكه انها تجي ناجحه وتجي خفيفه. صافي هنا غادي نضيف واحد رشيشه ديال الملحه، غادي نضيف واحد الساشي ديال السكر منسم بالفاني، غادي نضيف واحد 150 غرام ديال سكر حبيبات، ما يعادل كاس ديال العنبه. وغادي نطرب بالطراب الكهربائي حتى كيتضاعف الحجم ديال البيض مع السكر مع الفاني مع القشور ديال الحامض. من بعد غادي نضيف باقي المكونات. دائما البيض نخدموه مزيان باش نحصلوا على نتيجه في الكيك اللي كتجي زوينه. بعد غادي نطرب مزيان البيض مع السكر مع الفاني مع قشور الليمون الحامض، صافي حتى كيتضاعف الحجم ديال الخليط، كيرجع اللون ديالو ابيض فاتح والقوام كثيف. من بعد عاد غادي نضيف باقي المكونات. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاج في هذا الكيك: كأس ديال زيت نباتيه، وغادي نحتاج كذلك كأس ديال عصير الليمون الحامض، وغادي نحتاج كذلك 3 الكؤوس ديال الدقيق ابيض اللي كيكون بطبيعه الحال مغربل من قبل مره حتى لجوج. البنات من بعد ما طربت البيض مزيان كيف كتلاحظوا معايا في الصوره، غادي ننزل السرعه ديال الخلاط الكهربائي، وغادي نضيف كأس ديال زيت نباتيه ما يعادل 160 مليلتر كيف كتلاحظوا معايا في الصوره. وبطبيعه الحال هنا كنزلوا السرعه ديال الخلاط باش ما نهبطوش البيض اللي طلعنا في الاول. من بعد غادي نضيف كأس ديال عصير الليمون الحامض اللي بطبيعه الحال كملت الكأس بالماء، درت غير كأس الا ربع ديال العصير وكملت بالماء عادي من الصنبور. صافي هنايا ضفت الكأس ديال العصير الليمون الحامض، وغادي نزول الطراب وغادي نضيف الدقيق. هنا البنات جانبا كنت مغربله 3 الكؤوس ديال الدقيق ابيض خاص بالحلويات. هنا استعملت الكنز. كناخذ الكأس الاول كنغربلو المره الثانيه وكنخلط بطراب يدوي، ودائما الدقيق ما تضيفوش دفعه واحده باش ما كيتكتلش وكيجيو داك الكريات ديال الدقيق من بعد ما كطيب الكيكه كيجيو دوك الثقب كبيره هكا في الكيكه. يعني ضروري تغربلوه مزيان، وفاش تجيو تضيفوا الكيكه ضيفوه على دفعات. صافي هنا من بعد ما دخلت الكأس الاول غادي نضيف الكأس الثاني بنفس الطريقه، غادي نغربلو مزيان، ومن بعد غادي نخلط بالطراب اليدوي. ودائما الدقيق على حسب النوعيه اللي نتوما كتستعملوا واش كتشرب ولا لا، وكذلك حجم البيض كيختلف. غادي نخلط مزيان حتى كينسجم الدقيق وكيختفي بطبيعه الحال. من بعد غادي نضيف الكأس الثالث، يعني هاد الكيكه تقدر تاخذ لكم 2 كؤوس ونصف حتى 3 الكؤوس ديال الدقيق. كيف ما قلت البنات دائما على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي نتوما كتستعملوا، كذلك حجم البيض. صافي هنا غادي نضيف الكأس الثالث كذلك كنغربلو من قبل وكنرجع نغربلو فاش كنبغي نضيفو للخليط. ومن بعد غادي نضيف 2 اكياس ديال الخميره كيميائيه البيكين باودر 16 غرام ما يعادل ملعقتين صغيرتين. صافي انا غادي نخلط مزيان بعد ما ضفت الكأس الثالث، وغادي نضيف 2 اكياس ديال الخميره وغادي نضيف عليهم واحد الملعقه ديال الخل اولا واحد الرشه ديال عصير الليمون الحامض. انا هنا مكانش متوفر عندي الخل وتقدروا كذلك تستغناو عليها. صافي انا غادي نخلط مزيان. من بعد غادي نضيف 2 اكياس ديال الخميره مع ملعقه ديال الخل اولا ملعقه صغيره ديال عصير الليمون الحامض، وغادي نخلط مزيان. غادي نطيب هذا الكيك هذا في فرن كهربائي سخنته من قبل.
صافي هنا البنات ضفت الاكياس ديال الخميره، غادي نضيف ملعقه ديال عصير الليمون الحامض اولا الخل، وغادي نخلط مزيان. من بعد كناخذ المول، غادي نطيبه في هذا المول هذا الطويل، دهنته بالزبده، رشيت الدقيق، درت له في القاعده الورق ديال الطبخ غير لان كيلصق شويه. الا كان عندكم ما كيلصقش ما تحتاجوا غير دهنوه بالزبده وترشوه بالدقيق. من بعد البنات انا صافي خلطت، غادي ناخذ المول اللي كنت مفرشه له الورق ديال الطبخ في القاعده ودهناه بالزبده من الجوانب ومرشوش بالدقيق. صافي غادي نهز دائما يدي الفوق وكنفرغ الخليط ديال الكيك. من بعد غادي ندخلها الفرن ساخن، الفرن كهربائي مسخن من قبل على 200 درجه. كنزل السرعه درجه الحراره ديال الفرن ل 170 درجه. كندخل الكيك حتى كيطيب وكيتنفخ وكيتحمر، عاد كنشعلو على الوجه يتحمر على الوجه ديالو، كنخرجو. فكيجي كيك اللي هو ناجح طالع خفيف واسفنجي، والمذاق ديالو كيجي اكثر من رائع. نتمنى فعلا نجربوه. دابا غادي ندخلو الفران نرجعو نتلاقاو نشوفو الشكل ديالو من بعد ما غادي نخرجو من الفرن. بالنسبه للشكل ديالو هو هذا، من بعد ما خرجته كيجي كيك ناجح 100%، مقادير اللي هي مضبوطه وناجحه. نتمنى فعلا تجربوه وينال الاستحسان ديالكم. هنا من بعد ما برد زولته من المول، دهنته بشويه ديال المربى، وغادي نزينو برقائق اللوز افيلي اللي حمرتهم في الفرن. صافي وغادي نقدمو وغادي نقطعو معكم باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي. كيجي كيك زوين بزاف، ناجح وخفيف، والمذاق ديالو كيجي لذيذ بزاف. تزينوه باي حاجه متوفره عندكم، تقدروا تزينوه بجوز الهند الكوك اولا اللوز كونكاسي اولا اللوز افيلي، داكشي اللي متوفر عندكم تقدروا تزينوا به هذا الكيك اولا تخليوه غير كيك عادي. كيجي كيك رائع، كيجي خفيف والمذاق ديالو كيجي زوين بزاف. غادي نقطع معكم طريف باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي. واخا كانت هنا مازال سخونه، فالكيك كيجي رطب خفيف وكيجي مهوي بزاف. نتمنى فعلا تجربوها لانها كتستحق التجربه. كيكه ناجحه ومذاقها رائع بزاف. البنات نمشيو نشوفوا الوصفه الثانيه ديال الكيك الثاني اللي كيجي رائع، كيجي خفيف ولذيذ وكذلك مذاقه زوين بزاف، اللي غادي نحتاج لها في المقادير. صافات اللي نبداو بالمقادير والطريقه. اول حاجه خديت واحد البول غادي نوضع فيها 4 الحبات ديال البيض، يكونوا بدرجه حراره المطبخ. دائما البيض نجبدوه قبل من الثلاجه عاد نخدموا به على الاقل واحد ساعتين. صافي هنايا غادي نضيف 4 ديال الحبات ديال البيض، من الاحسن يكونوا حجم اللي هو كبير ما يكونوا صغار. غادي نضيف كاس ديال السكر حبيبات. غادي نضيف واحد رشيشه ديال الملحه. غادي نضيف كذلك قشور ديال حامضه. نضيف قشور ديال حامضه، كاس ديال السكر، وغادي نضرب المكونات جيدا حتى كيتضاعف الحجم ديالهم ديال الخليط وكيبيض اللون ديالو، كيرجع القوام ديالو كتيف. تقدروا تخدموها غير في الخلاط الكهربائي، غير انا كنفضل الطراب الكهربائي، كيعطيني نتيجه افضل بالنسبه للكيك من ناحيه الخفه ديال الكيكه. صافي هنايا غادي نطرب مزيان. من بعد غادي نضيف كاس ديال الزيت نباتيه. هاد الكيك ديال الياغورت من احسن لي كيك اللي كيعجبوني. صافي غادي نضيف هنايا من بعد ما غادي يطرب مزيان غادي نضيف كاس ديال الزيت نباتيه. كيف كتلاحظوا معايا هنايا غادي ننزل السرعه ديال الخلاط باش ما نهبطوش داك البيض اللي طلعنا في الاول. غادي نضيف كاس ديال زيت نباتيه العبار بالكاس ديال العنبه اللي الوزن ديالو 150 مليلي. غادي نحتاج واحد العلبه ديال الياغورت بنكهه الفاني من وزن 110 غرام. تقدروا ديروها باي نكهه نتوما كتعجبكم. صافي هنايا غادي نخلط مزيان وغادي نحبس الطراب الكهربائي وغادي نستعمل غير طراب يدوي. صافي هنايا من بعد غادي نبدا باضافه الدقيق. دائما الدقيق نغربلوه من قبل، وفاش نبغيو نضيفوه للخليط نغربلوه كذلك باش كنحصلوا على نتيجه اللي مزيانه. غادي نضيف الكاس الاول، ودائما الدقيق نضيفوه على دفعات بالنسبه للكيك باش هكا ما كيتكتلناش داك الدقيق، يعني فاش كنضيفوه دفعه واحده كيجينا الكيك فيه دوك الفقاعات هكا كبارين. فضروري الدقيق دائما نضيفوه على دفعات، ما تضيفوهش دفعه واحده. صافي هنا ضفت الكاس الاول وخلطته مزيان. من بعد غادي نضيف الكاس الثاني. كنضيفو دائما الدقيق شويه بشويه حتى كنحصلوا على الخليط اللي حنا محتاجينه. هنا غادي نضيف الثاني. وبالنسبه للدقيق دائما ما تقيدوش بالكميه اللي كنعطيكم، لان النوعيه ديال الدقيق كتختلف، حجم البيض كذلك. وحتى انا راه دائما ما كنخدمش بنفس
الدقيق بعض المرة ما كنلقاهش وكنستعمل دقيق اخر، وكتكون نفس الكيك مثلا خدمتها بدقيق دخلت لي كميه وبدلت غير الدقيق كتدخل لي كميه مختلفه. يعني فدائما الدقيق ما تقيدوش بنفس الكميه. نضيف نصف كاس، يعني خدات لي 2 كيسان ونصف ديال الدقيق، لان مازال غادي نضيف واحد 4 المعالق ديال عصير ديال الليمون الحامض. صافي هنا غادي نخلط مزيان. بالنسبه للدقيق تقدر تاخذ لكم 3 الكؤوس على حسب النوعيه اللي نتوما كتستعملوا. صافي هنا القوام انا راه بان لي بحال ثقيل شويه، ولكن غادي نضيف له عصير ديال الليمون الحامض. هاد الكيكه هادي اعتمدوها بهاد الياغورت بالعصير ديال الليمون الحامض، كتجي اكثر من رائعه، كتجي زوينه بزاف في المذاق. هنايا ضفت 2 اكياس ديال الخميره بيكين باودر ما يعادل 16 غرام، ومن بعد غادي نضيف عليهم 4 المعالق كبار ديال عصير الليمون الحامض اللي كيكون عصرته وصفيته. هنا عطيتكم بالملعقه، هنا ضفت 3 المعالق كبار باش هكا تعرفوا القياس. صافي هنا وكنخلط كيف كتلاحظوا معايا في الصوره. هذا هو القوام ديال الخليط، يعني كنكتب رقم 8 كتبقى باينه مده فوق سطح الخليط. بالنسبه للقوام الا بالكم خففتوا تقدروا تزيدوا واحد الملعقه حتى الملعقتين، ولكن بالنسبه للمقادير عطيتهم لكم مضبوطين. النوعيه ديال الدقيق اللي كتلعب دور يعني بالنسبه للكيكه، وكذلك حجم البيض، يعني تقدروا تاخذ لكم حتى 3 الكؤوس وحتى 3 الكؤوس ديال الدقيق في هذا الكيك، كتجيكم الكيكه زوينه بزاف وغتجي رطبه وخفيفه. صافي هنايا خديت المول العادي دهنته بالزبده رشيته بالدقيق، فرغت فيه الخليط. دائما كنهزو يدينا الفوق وكنفرغوا الخليط باش كنزيدو ندخلو اكثر هواء ممكن في الكيكه وكتجينا مسفنجه من الداخل. هنا بالنسبه لطريقه الطهي طيبتها في فرن كهربائي، سخنته على 180 درجه. فاش كنت كنزيد الدقيق في الخليط شعلته وخليته سخن تقريبا واحد 10 ديال الدقائق على 180 درجه. دخلت الكيكه النار غير من الاسفل حتى كتنفخ وكتشق، عاد كنشعل عليها من الفوق وكنطفي من التحت وكنخليها كتحمر وكنخرجها. وإلا هكا طاحت لكم شي كميه هكا من الخليط فمن الاحسن تمسحوها باش هكا كتخلي لكم الكيكه تنتفخ. صافي هنايا غادي ندخلها للفران ونخرجها ونرجعوا نشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل. فرا كتجي واحد الكيكه تبارك الله طالعه خفيفه ورطبه واسفنجيه، واللون ديالها كيجي غزال لا من برا ولا حتى القوام ديال اللون ديال الكيك من الداخل كيجي شفاف وكيجي زوين بزاف. صافي هنايا طابت خرجتها كيف كتلاحظوا معايا كتجي محمره وخفيفه ورطبه بزاف. حتى هنا في واحد الطبسيل كيف كتلاحظوا الكيك كيجي عالي واسفنجي. غادي نقلبها ونزينها تزيين بسيط. غادي ندير لها غير مربى ديال المشماش وغادي نزينها بلوز ايفيلي كان عندي حمرته. صافي وغادي نقدمها. كتجي زوينه بزاف، كيك يومي بسيط ولكن المذاق ديالو رائع وناجح 100%. نتمنى فعلا تجربوه بشويه ديال المربى. غادي نزينها برقائق اللوز، تقدروا تزينوها كذلك بالكوك كاوكاو كونكاسي اولا تخليوها غير هكاك. فراه كيك يومي كيجي بسيط، تقدروا تعطيوه تحطوه في هكا الكوتي تعطيوه للوليدات كيجي زوين بزاف. صافي هنايا غادي نزين برقائق اللوز اللي حمرتهم وغادي نقطعو معكم باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي من الداخل. زينت برقائق اللوز وغادي نقطع معكم طريف باش تشوفوا الكيكه كيفاش كتجي من الداخل ديالها. فدي كتجي كيكه رطبه وخفيفه، كتجي اسفنجيه وناجحه 100%. نتمنى فعلا تجربوها لانها كتستحق التجربه. وما تنساوش كيف ديما الا كان كيعجبكم المحتوى ديال القناه ديالي والفيديوهات ديالي تبارطاجيوها مع العائله والاصدقاء والاحباب، وتخليوا لي واحد اللايك واحد التعليق من باب التشجيع، تخليو لايك لهذا الفيديو باش يوصل للناس اخرين. صافي هنايا غادي نقطع معكم طريف باش نشوفوا باش تشوفوا الكيكه كيفاش كتجي من الداخل. وهذا هو القوام ديال الكيك كيف كتلاحظوا معايا، يعني كتجي كيكه رطبه اسفنجيه ومقاديرها اللي هي مضبوطه ومتوفره في كل بيت. كيك يومي بسيط ناجح ولكن المذاق ديالو اكثر من رائع، وكيجي فيه واحد الخفه وواحد المذاق زوين بزاف. حتى غادي تجربوه عاد غادي تعرفوا علاش كنهضر. صافي هنايا هذا هو القوام ديال الكيك كيف كتلاحظوا معايا، خفيف رطب واسفنجي. نتمنى تجربوه، وكيف ديما الى عجبكم الفيديو ما تنساوش دائما لايك وكومونتير لهذا الفيديو وبارطاج مع العائله والاحباب. خليتكم على خير، نشوفكم فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.